يا جمال ويا تكات ويا حركات، وشايفين الجمال، شايفين حاجة تحفة كده. مش عايزة اقول لكم طعمها كان عامل ازاي. حاجة روعة. مش هتبطلوا تعملوا البطاطا بالطريقة دي. والله بجد انا دبت من طعمها. ديت اولا من اختراعي، محدش عملها قبل كده. يلا نخش بقى على الطريقة. معانا طبعا البطاطا، هنمسكها بقى نقشرها كده. وبعد ما قشرناها نقطعها عبارة عن حلقان كده. وبعد ما خلصناها هنجيب بقى حلة، وهنحط البطاطا فيها، وهننزل عليها بشوية مية كده، قد ربع كوباية من المية. ومعانا 4 معالق من السكر. السكر ده حسب الرغبة، عايزين تزودوا عايزين تقللوا زي ما بتحبوا. هنا حطيت 4 معالق كبار. هحطها بقى على النار، على نار هادية كده. اهم حاجة ان النار تكون هادية عشان ما تتحرقش منكم بسرعة. تهدولها النار خالص وتسيبوها لمدة نص ساعة كده، هتلاقوها استوت. وهنسيب البطاطا بقى تستوي. مع بال ما تستوي هنكون حضرنا الكريمة. معانا كوباية لبن ساقعة، متكونش سخنة. ومعانا كوباية صغيرة كده من السكر. السكر زي ما قلتلكوا حسب الرغبة. معانا معلقتين كبار من الدقيق. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من النشا، وباكو من الفانيليا. وهنقلبهم كده كويس. اهم حاجة ان انتم طبعا لسه ما قدتش النار عليهم خالص. انا بقلبهم عشان طبعا ايه. وبعد كده بقى ولعت عليها النار، بفضل اقلب فيها اقلب فيها لحد ما ايه تتقل معايا بالشكل ده. اهم حاجة تفضلوا تقلبوا فيها لحد ما تغلي معاكم وتتقل. بعد كده نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة. هنا هغطيها بقى. اهم حاجة تضغطيها، ما تسيبوهاش مكشوفة عشان ما تنشفش بسرعة وتجمد. معانا هنا بقى حلة تانية على النار، حطيت فيها كوباية من المية. واول ما غلت كده، اي نوع جيلي بقى عندكم تفضلوا. ده جيلي بالتوت. نزلت بقى بالجيلي وافضل اقلب بسرعة كده علشان ايه ما يجمدش. وهنزل عليه بكوباية صغيرة برضو من السكر. يعني دي بمقدار نص كوباية من الكبيرة بتاعة المية اللي انا بملاها دي. وهنا اول السكر مداب، احط عليها كوباية الا ربع من المية، من المية الساقعة من الحنفية عادي. وبعد كده هغطيها بقى تبرد خالص. وهنا بقى البطاطا معانا كده استوت. هضيف عليها جوز الهند. اي مكسرات بقى عندكم، اي حشو تحبوه تحطوه على البطاطا حطوه. يعني عندكم مكسرات، عندكم سوداني، زي ما تحبوا. انا حطيت موزة. ومعانا بقى ايه معلقة كبيرة من المربى. مربى بقى فراولة، مربى توت، مربى تين، اللي تفضلوه برضو. اي مربى عندكم استخدموها. طبعا هنا هرستها مع بعضيها كده. الخطوة اللي انا عملتها دي بالذات، بالخلطة اللي انا عملتها دي، بتخلي طعم البطاطا جميل جدا وطري كده. هنا فضيتها بقى في صينية، وهسويها كده بالشكل ده. والله بجد كانت طعمها تحفة تحفة تحفة. يعني انتم لو دقتوا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوا البطاطا بالطريقة دي.
هنا بقى نزلت بالكريمة بعد ما سويت البطاطا في الصينية، وهسويها برضو كده عليها من على الوش، كأننا بنعمل تورتاية بالظبط. هنا بقى قطع موز، ممكن تضيفي قطع فراولة زي ما تحبي برضو. وبعد كده بقى هدخلها التلاجة لمدة ساعة تجمد، وبعد كده بقى اضيف عليها الجيلي، وواحدة واحدة كده هغطيها بأي حاجة عندي، او مش عايزين تغطوها يعني، انا بحب اغطي الحاجة لما احطها في التلاجة لمدة 4 ساعات كده، 5 ساعات تجمد الجيلي، وهيبقى بالطريقة دي بقى. بجد حاجة جميلة جدا وطعمها تحفة، وهتعجب اولادك وجوزك هينبهروا بيها. لو عجبكم الفيديو بقى منسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اي حاجة بننزلها. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.